أهلا بكم في تحليلنا المعمق النهاردة. معانا كتاب يعتبر حجر زاوية في أدب التنمية الذاتية، نشر في الخمسينات ولسه لحد النهاردة بيطبع ملايين النسخ. الكتاب هو سحر التفكير بصورة أكبر، أو The Magic of Thinking Big، للكاتب ديفيد شوارتز. الكتاب ده بالذات ممكن نلخصه في جملة واحدة بس جملة قوية جدا، اللي هي إن حجم النجاح اللي أي حد بيحققه في حياته، سواء بقى نجاح مادي أو شخصي، مرتبط بشكل مباشر بحجم تفكيره هو. مش بالضرورة بالاي كيو بتاعه أو بالظروف اللي اتولد فيها. لا خالص، هو ده مربط الفرس. بالظبط. ومهمتنا النهاردة هي أننا نفصص الفكرة دي ونشوف إزاي شوارتز بيحولها من مجرد شعار حلو كده لإطار عمل حقيقي وخطوات عملية. وعشان نبدأ، في قصة في مقدمة الكتاب بتلخص كل حاجة هنتكلم فيها، قصة رجل مبيعات اسمه هاري. قصة هاري دي فعلا عبقرية. هاري كان بيشتغل في شركة فيها حوالي 25 مندوب مبيعات غيره. متوسط دخل المندوب في السنة كان حوالي 12,000 دولار، وده طبعا كان مبلغ كبير وقتها. كويس جدا. لكن هاري كان بيعمل 60,000 دولار، 5 أضعاف المتوسط. فالمدير كان محتار، هل هاري ده أذكى؟ لا. قال تعليمه أحسن؟ برضه لا. طب هل منطقته اللي بيبيع فيها مثلا أحسن؟ بالعكس، كانت أسوأ من مناطق تانية. وحتى ما كانش بيشتغل ساعات أكتر منهم. بعد مراقبة طويلة، المدير وصل لاستنتاج واحد بس، استنتاج بسيط جدا، إن هاري ببساطة كان بيفكر بصورة أكبر 5 مرات. بس كده. بس كده. كان بيشوف العميل المحتمل أكبر، كان بيشوف فرصة أكبر، كان بيشوف نفسه أكبر. والقصة دي هي المدخل لكل حاجة. طيب، لو التفكير الأكبر هو المحرك، فإيه هو الوقود بتاعه؟ نبدأ منين؟ شوارتز بيقول إن كل حاجة بتبدأ من نقطة واحدة: الإيمان. وهنا بقى هو بيفرق جامد بين حاجتين الناس دايما بتتلخبط بينهم. الإيمان والتمني. بالظبط. التمني ده رغبة سلبية، عامل زي الحلم، يا ريت أفتح مشروع، نفسي أبقى مدير. دي أمنيات ما بتعملش حاجة، مجرد كلام. لكن الإيمان زي ما هو بيعرفه، ده قوة دافعة، قناعة راسخة إنك تقدر تعمل الحاجة دي. والقناعة دي هي اللي بتشغل المخ وتخليه يدور على إزاي. الإيمان هو اللي بيخلق الكيفية. بس ده كلام ممكن يبان نظري شوية. إزاي الإيمان لوحده ممكن يترجم لواقع؟ هل ده معناه إننا نتجاهل الصعوبات؟ لا طبعاً. وهنا المثال اللي في الكتاب بيوضح النقطة دي كويس قوي. قصة الشابة اللي قررت تفتح وكالة لبيع البيوت المتنقلة. القصة دي ممتازة. كان كل اللي معاها أقل من 3,000 دولار. كل الخبراء اللي حواليها، من أول أصحاب البنوك لغاية رجال الأعمال، قالوا لها نفس الكلمة: مستحيل. منطقي، رأس مال قليل جدا والمنافسة أكيد شرسة. بالظبط، دي نصيحة تبان منطقية جدا، لكن إيمانها كان مختلف. إيمانها ما كانش أعمى، هي درست السوق وشافت إنه مجال بيتوسع. كان إيمان مبني على دراسة. تمام. وشافت المنافسين وعرفت إنها تقدر تقدم خدمة أحسن منهم. الإيمان ده بقى كان معدي. لما راحت لمستثمرين نقلت لهم الحماس والثقة دي، فقرروا يشاركوها. إيمانها أقنعهم. ولما راحت لمصنع، إيمانها بنفسها وبمشروعها أقنعوا يديها بضاعة بالآجل من غير ما تدفع دولار واحد مقدم. واو. إيمانها هو اللي ولد الموارد اللي ما كانتش موجودة في الأول. تماماً. إيمانها خلق الكيفية، وفي أول سنة باعت بأكتر من $1,000,000. قصة مذهلة. وهو بيقارن ده بالموظفين اللي بيبدأوا حياتهم. الأغلبية بتتمنى توصل لمنصب كبير، بس في قرارة نفسهم مش مؤمنين بجد إنهم ممكن يوصلوا، فتصرفاتهم بتفضل تصرفات البيرسون العادي. لكن القلة اللي بتؤمن من أول يوم إنهم هيبقوا في القمة، دول بيبدأوا يراقبوا المديرين الكبار، يدرسوا قراراتهم، يتعلموا منهم. سلوكهم بيختلف تماماً، لأن إيمانهم بمستقبلهم مختلف. طيب، لو الإيمان هو المحرك، فلازم نتكلم عن فرامل اليد اللي بتمنع ناس كتير من إنها تتحرك أصلاً. شوارتز بيستخدم مصطلح عبقري للموضوع ده، اللي هو إكسكيوسايتس أو مرض الأعذار. بيعتبره مرض الفشل الأول. ودي نقطة تحول في الكتاب. هو بيقول إنك قبل ما تبني أي حاجة لازم تهدم الأول، تهدم الأعذار دي. والمخيف في مرض الأعذار ده إنه مرض متفاقم. كل ما بتستخدم عذر بيترسخ أكتر في عقلك الباطن، ومع الوقت بتصدقه تماماً وبيتحول لحقيقة في نظرك. هو بيركز على 4 أنواع رئيسية للمرض ده. خلينا ناخدهم واحد واحد. النوع الأول هو عذر الصحة. الجملة الشهيرة:
أنا صحتي على قبي. كلنا بنسمعها ويمكن بنقولها. شوارتز بيحكي موقف شخصي حصل معاه. في يوم واحد قابل شخصين عكس بعض تماماً. الأول كان صاحبه، قضى معاه اليوم كله وهو بيشتكي من قلبه. مع إن الدكاترة قالوا له سليم. 4 دكاترة مختلفين أكدوا له إن قلبه سليم 100%، وهو كان مصمم إن عنده مشكلة. كان بيستخدم مرض وهمي كعذر شامل لكل حاجة مش عايز يعملها في حياته. والتاني؟ التاني قابله في نفس اليوم بالليل في الطيارة. كان قاعد جنبه وسمع صوت تكة منتظمة جاية من ناحيته، فقلق وسأله إيه الصوت ده؟ طلع إيه؟ الراجل ابتسم وقال له ده صمام قلب بلاستيك ركبته من 21 يوم. الراجل ده كان قلبه فعلا فيه مشكلة حقيقية، لكنه كان بيتكلم بحماس عن خططه إنه يدرس قانون ويدخل مجال السياسة. يا الله. الفرق شاسع. الفرق بينهم ما كانش في الحالة الصحية، لكن في الموقف الذهني تجاه الصحة. واحد صحته كويسة وبيستخدمها كعذر، والتاني صحته تعبانة ومش سامح لده يوقفه. وده بيودينا للنوع التاني واللي يمكن يكون منتشر أكتر، عذر الذكاء. فكرة إن النجاح محتاج مخ جبار. وناس كتير بتبيع نفسها رخيص وبتستسلم للفكرة دي. وهنا شوارتز بيضرب في أساس الفكرة دي. بيقول إن إزاي بتستخدم عقلك أهم بكتير من حجم ذكائك الفطري. بالظبط، الموقف الإيجابي اللي بيحرك العقل أهم من الآي كيو الخام. بيدي مثال عن واحد صاحبه معاه دكتوراه في اللغة الإنجليزية، يعني قمة التعليم، لكنه شغال في وظيفة بسيطة جداً. ليه؟ لأنه سلبي وشايف إن العالم كله ضده. قضى 3 سنين في الجيش بيسوق عربية نقل لأنه كان رافض يتعامل مع أي حد وبيقول الجيش ده نظام غبي. يعني ذكائه الأكاديمي تعطل بسبب موقفه السلبي. بالظبط. وعلى الناحية التانية، رئيس شركة من أكبر الشركات في مجاله ما كملش تعليمه الجامعي، لكنه كان عبقري في فهم الناس وتحفيزهم. كان مهندس بشري. ودي مهارة مش أي حد عنده. شوارتز بيقول إن المعرفة قوة كامنة ملهاش أي قيمة إلا لما يتم تطبيقها بشكل بناء. وبيستشهد بمقولة لأينشتاين لما سألوه عن سرعة الصوت، قال لهم معرفش، المعلومة دي ممكن ألاقيها في أي كتاب في دقيقتين. المهم مش تخزين الحقائق، المهم هو استخدام العقل في التفكير. تماماً. وبعدين بيغطي النوعين الثالث والرابع بسرعة، عذر السن وعذر الحظ. ودول برضو منتشرين جدا. أنا كبرت خلاص فاتني القطر، أو أنا لسه صغير محدش هياخدني بجدية. أيوة، بيشتغل في الاتجاهين. في الحالتين الشخص بيستخدم رقم على شهادة ميلاده كسجن بيحبس فيه طموحه. وعذر الحظ يمكن هو الأكثر إغراءً، لأنه بيرمي المسؤولية على قوة خارجية. فلان نجح عشان محظوظ. وشوارتز بينسف الفكرة دي تماماً. بيقول اللي بنسميه حظ كويس هو في الحقيقة نتاج معادلة، استعداد زائد تخطيط زائد عمل يساوي حظ كويس. يعني الحظ مش بيجي صدفة. الناجحين مش بيستنوا الحظ، هما بيصنعوا الظروف اللي بتجذب الفرص. محدش بيكسب اليانصيب من غير ما يشتري تذكرة الأول. صح. التخلص من الأعذار دي هي الخطوة الأولى والضرورية عشان نقدر نفكر بصورة أكبر. بالظبط. أوكي، يبقى بنينا أساس الإيمان وهدمنا جدران الأعذار. إزاي بقى نبدأ نفكر بصورة أكبر بشكل عملي في حياتنا اليومية؟ الكتاب بيقدم أدوات واضحة جدا. وأول أداة هي الكلمات اللي بنستخدمها، ودي نقطة في منتهى الأهمية. هو بيقول إننا بنفكر في صور، وكلماتنا هي اللي بترسم الصور دي في عقلنا وفي عقول اللي حوالينا. بالظبط. لما مدير يقول فنريقه يا جماعة إحنا فشلنا، هو بيرسم صورة ذهنية للهزيمة والاستسلام. لكن لو قال تمام الطريقة دي ما نفعتش، تعالوا نجرب طريقة جديدة، أنا شايف إنها ممكن تنجح، بيرسم صورة للأمل والمحاولة مرة تانية. هو عنده جدول في الكتاب بيقارن بين لغة المفكر الصغير ولغة المفكر الكبير. بدل ما تقول المشكلة دي مستحيلة، المفكر الكبير بيقول خلينا نفكر في طرق مختلفة نحلها بيها. بدل ما تقول السوق متشبع والمنافسة صعبة، تقول ده معناه إن في طلب كبير على المنتج وإحنا لازم نلاقي طريقتنا المبتكرة عشان ناخد حصتنا. الفكرة كلها في إعادة الصياغة، تحويل الصورة الذهنية من صورة سلبية ومغلقة لصورة إيجابية ومفتوحة على الحلول. تمام. اللغة اللي بنستخدمها كل يوم بتبرمج عقلنا إما على النجاح أو على الفشل. وده بيرتبط بأداة تانية محورية، شوف الحاجة زي ما ممكن تكون مش زي ما هي دلوقتي. فكرة إضافة القيمة من خلال الرؤية. وهنا قصة سمسار العقارات اللي بيبيع مزرعة متهالكة بتوضح الفكرة دي بشكل رائع. معظم السماسرة بيعرضوا المزرعة زي ما هي، 40 فدان أرض شبه بور وبيت قديم محتاج ترميم شامل. بيوصفوا الواقع،
فبيبيعوها بسعر قليل لو عرفوا يبيعوها أصلاً. بالظبط. لكن السمسار اللي بيفكر بصورة أكبر مش بيبيع الواقع، هو بيبيع الرؤية. هو وقف مع المشتري ورسم له صورة مختلفة تماماً. عمل إيه؟ قال له: تخيل معايا، هنا ضيعة ريفية جميلة. المكان ده مثالي لإنشاء أسطبل خيل. الحتة المنخفضة دي ممكن تتحول لبحيرة صغيرة لصيد السمك، والطريق ده لو زرعنا شجر على جانبيه هيبقى مدخل ملكي. هو باع للمشتري حلم، مش مجرد أرض وبيت. بالظبط، هو أضاف قيمة من خلال التصور. الناس مستعدة تدفع أكتر مقابل رؤية ومستقبل، مش مجرد واقع حالي. ونفس المبدأ ده بينطبق على تعاملنا مع الناس. قصة مديرة المتجر مع البائعة دي برضو مثال قوي. المديرة لاحظت إن واحدة من البائعات بتتعامل مع الزباين بفتور، كأنهم مجرد معاملة ب$2 وخلاص. حاجة سريعة كده. فالمديرة أخدتها على جنب وسألتها: عارفة متوسط اللي بيصرفه العميل عندنا في السنة كام؟ البائعة قالت لأ. كام؟ المديرة قالت لها $362. ده رقم كبير. وبعدين طلبت منها طلب بسيط: من النهاردة عايزك تبصي لكل عميل بيدخل كأنه شك $362. ودي غيرت كل حاجة. تماماً. البائعة ما بقتش بتشوف معاملة $98، بقت بتشوف قيمة العميل السنوية المحتملة، فبدأت تبتسم أكتر، تهتم أكتر، تقترح منتجات تانية، رؤيتها الأكبر لقيمة العميل غيرت سلوكها. وبالتالي زادت مبيعاتها بشكل ضخم. الرؤية بتضيف قيمة للأشياء وللأشخاص. طب لو حبينا نلخص كل ده في فكرة أساسية، إيه ممكن تكون الخلاصة النهائية من سحر التفكير بصورة أكبر؟ أعتقد الرسالة الخالدة في الكتاب هي إننا مهندسين واقعنا الخاص. جودة حياتنا هي انعكاس مباشر لجودة أفكارنا. مش أكتر من كده. شوارتز بيقدم دليل عملي زي كتالوج كده لترقية نظام التشغيل العقلي بتاعنا، تبدأ ببناء محرك الإيمان وبعدين تفكيك فرامل الأعذار، وأخيراً التوجيه باستخدام بوصلة اللغة والرؤية اللي بتشوف الإمكانيات بدل العقبات. هو بيرجع المسؤولية بالكامل للشخص، مش الظروف، مش الماضي، مش الناس. أنت اللي بتختار حجم تفكيرك، وده بيوصلنا لنقطة أخيرة ممكن المستمع يفكر فيها. شوارتز ركز بشكل كبير على إزاي التفكير بصورة أكبر بيأثر على نجاحنا إحنا، لكن في سؤال مثير للتفكير هنا: وهو إزاي حجم تفكيرنا بيأثر على الناس اللي حوالينا؟ ده امتداد قوي جدا للفكرة. مش كده؟ لما بنفكر بصورة أكبر في إمكانيات زمايلنا في الشغل أو ولادنا أو شريك حياتنا، إحنا مش بس بنغير طريقة تعاملنا معاهم، إحنا ممكن نغير المسار بتاعهم هم كمان. يعني لما مدير يشوف في الموظف اللي عنده قائد مستقبلي مش مجرد مؤدي مهام، طريقة توجيهه ليها تختلف تماماً. ولما أب يشوف في ابنه فنان موهوب مش مجرد طالب درجاته ضعيفة، طريقة دعمه ليه هتتغير بالكامل. التفكير بصورة أكبر في الآخرين ممكن يكون هو أعظم هدية ممكن نقدمها لهم ولنفسنا كمان، نقطة تستحق التأمل. فعلا. وبهذه الفكرة نختتم تحليلنا ده.